السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني انا ايه فودة من قناتي كل يوم وصفة، ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده التومية السوري، وهنعرف كل التفاصيل وازاي تطلع معاكي كريمية بالشكل ده. وهنعمل منها برضو التومية الالوان زي اللي انت بتروحي في المطاعم وتلاقيها طالعه لك تومية حمراء وتومية صفراء، وهنعرف هتضيفي ايه عشان تطلع معاكي بالالوان دي زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. ولو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدا نشوف عملناها ازاي. وهنعمل مع بعض النهارده التوميه. معانا كوبايه من الميه، بسم الله، ومعانا نص كوبايه من النشا، يعني حوالي 4 معالق كبار من النشا. نقلب النشا مع الميه كده الاول على البارد لحد ما ندوب النشا خالص كده. بعد ما النشا دابت معانا هنرفع الخليط على النار، وكده رفعنا الخليط على النار وهنفضل نقلب لحد ما القوام يتقل معانا يبقى زي المهلبيه كده زي ما احنا شايفين القوام بدأ يتقل معانا. وممكن برضو تحط مقدار الميه يسخن وفي معلقتين ميه تدوبي النشا، وبعد ما الميه تسخن تقومي حاطه النشا وتقومي طافيه على طول على النار، وكده ما تاخدش معاكي وقت تقليب على النار. زي ما احنا شايفين كده القوام تقل معانا، هنرفعهم على النار وهنسيبهم يبردوا خالص، ما ينفعش نشتغل فيها وهي سخنه. وهنرجع ان شاء الله مع بعض بعد ما الخليط يبرد خالص. ودلوقتي هنجهز بقيه التوميه. معانا نص كوبايه من الحليب، ونص كوبايه من الزيت، معانا معلقه كبيره من الثوم المفروم، ممكن تقللي الكميه لنص معلقه لو انت ما بتحبيش طعم الثوم. ومعانا معلقتين من الخل، وممكن تقللي الخل لمعلقه او تزوديه ل3 معالق، ده على حسب انت بتحبي طعم الخل قد ايه. وهنا معانا مكون بيفرق في طعم التوميه 3 معالق من المايونيز، ولو مش موجود المايونيز استبدليهم بالزبادي، او ممكن لو عندك مايونيز تحطي معلقه ونص مايونيز ومعلقه ونص زبادي. كده معانا 3 معالق مايونيز ورشه من الملح. هنفضي كل الخليط في الكبه او في الخلاط، لو مش موجود كبه تستعملي الخلاط. هننزل بالحليب بسم الله، والزيت زي ما قلنا نص كوبايه من الحليب ونص كوبايه من الزيت، والثوم، بس اهم حاجه يكون الثوم مفروم عشان يبقى ناعم معاكم وما يبانش في التوميه. ومعانا 3 معالق المايونيز والخل والملح. وهنخلط كل المكونات الاول مع بعضها كده زي ما احنا شايفين. بعد ما كل المكونات اتخلطت دلوقتي هننزل بخليط الميه بالنشا، بس هننزل بنص المقدار الاول، مش هننزل بيه كله مره واحده. حطينا نص المقدار وهنضربهم مع بعض. وكده بعد ما اتخلط معانا هنرجع نحط بقيه المقدار، نخلطهم كلهم تاني مع بعض، وهننزل بس اللي على الجوانب كده. وده بقى معانا شكل التوميه بعد ما ضربناه زي ما احنا شايفين ما شاء الله، قوام التوميه الكريمي. وبرده لو انت عاوزه تشكليها زي ما بتشوفوها في المطاعم هنشكلها مع بعض ونعرف ايه اللي بيديها الالوان اللي احنا بنشوفها في المطاعم. وكده زي ما احنا شايفين قسمناهم على 3 بولات. هنسيب اول واحده التوميه البيضه، وتاني واحده اللون الاصفر بيجي معانا من المستردة، هنضيف معلقتين من المستردة معاكي نفس الصوصات اللي بتشوفوها في المطاعم. وهنا في تالت واحده هنضيف 3 معالق من الكاتشب. كده زي ما احنا شايفين بقى معانا التوميه ب3 اشكال: التوميه الساده، والتوميه الصفراء اللي احنا حاطينها 3 معالق من المستردة، والتوميه الحمراء اللي ضفنا عليها 3 معالق من الكاتشب. ولو عجبتكم وصفتنا النهارده اعملوا لهم تابع وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.